أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. كثير من الطلاب يسألون هذا السؤال: كيف يتوفق طالب العلم؟ طبعا الإنسان يبدأ بالدروس الدينية ويريد أن يخدم الدين، وله هدف، وهدفه نصرة الدين. هناك كثير من الأشخاص يبدأون بطلب العلم، ولكن في وسط الطريق يرون أن أمامهم مغلق، ولم يتوفقوا لكسب المعرفة مع العلم. طبعا تعرفون العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. يتبين أن طالب العلم لا بد أن يلتزم بأمور، إذا هذه الأمور تحققت يتوفق بالمستقبل أن يخدم الدين. كثير من الأشخاص بدأوا بطلب العلم وكانوا في بدء الأمر موفقين وكسبوا كثير من المقدمات، ولكن في أوساط الطريق انحرفوا أو انزلقوا أو طرأت لهم حالة يأس. ولذا في هذه الدروس نريد أن نبين الطريق الصحيح، الطريق الذي سلكه العلماء، والله سبحانه وتعالى وفقهم لخدمة الدين. كيف يتوفق طالب العلم؟ طبعا قبل ما أبدأ ببعض الأمور التي لا بد أن يلتزم بها طالب العلم، أنبهكم بأن لما يسألوننا لماذا انتخبتم هذا الطريق، لماذا انتخبتم هذه الحرفة، لماذا تريدون أن تسلكوا هذا الطريق، هل أرشدكم أحد لهذا الأمر؟ نقول القرآن الكريم يقول: ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. القرآن لا يطلب حرفة، لا يطلب شغل أصلا من أحد، أنت تصير دكتور، أنت تصير مهندس قط، ولكن يرشد إلى حرفة، إلى عمل، ذلك العمل الذي الله سبحانه وتعالى يحب ذاك العمل. ولذا يقول: لولا نفر من كل فرقة، يعني لماذا لم يخرجوا قسم من الناس حتى يتفقهوا في الدين؟ طالب العلم لما يبدأ بالدروس الحوزوية يلبي طلب الله سبحانه وتعالى: لبيك لبيك،
ولذا لا بد أن نعرف نحن بدأنا بدروس الحوزوية بطلب من الله سبحانه وتعالى، ولبينا نداء الله وقلنا نحن جاهزون لأن نضحي بأنفسنا للدفاع عن الدين، للدفاع عن المذهب، للحفاظ على وحي الله سبحانه وتعالى، والدفاع عن ما جاء به الرسول وما قال به الأئمة روحي لهم الفداء، طبعا كل وحي. ولذا نحن نريد أن نفعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ما فعله الأئمة روحي لهم الفداء. ولذا الأمر جدا مهم ولكن صعب، هذا الطريق صعب، وأنتم تعرفون أن الأنبياء والأولياء والأوصياء ابتلوا، لأن الناس خلق الإنسان هلوعا. الإنسان كثيرا ما يطلب اللذة، يطلب الدنيا، والتاريخ شاهد على ذلك. من خلقة الإنسان إلى يومنا هذا قتلوا الأنبياء، عارضوا الأنبياء، عارضوا الأئمة بني أمية وبني العباس، وظلموا أشياء في حق أهل البيت بحيث ما منا إلا مقتول أو مسموم. ولذا لا بد أن نعرف قدرنا ونعرف في أي مسار نحن نسير حتى نكون جادين في أمرنا. وإلا إذا شخص جاء ويطلب العلم بدون هدف، هذا لا يصل إلى مكان وإلى مرتبة، وبعد مدة يتعب ويترك هذه الحرفة. نحن نريد أن ننصح الطلاب الذين جاءوا بجد في هذا الطريق وحملوا هذه المسؤولية بجد. كيف يتوفق طالب العلم؟ لا بد أن يعرف أولا ما هو قدر العلم، ينكشف للإنسان قدر العلم. إذا نرجع إلى القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه بشارة لرسول الله أن العلم يسبب المعرفة، العلم يسبب التقرب، العلم يسبب أن تنكشف الأمور إليك. ولذا طالب العلم لما يبدأ بالدروس ويقرأ الدروس بإخلاص يرى أنوار إلهية ترشده إلى المسار والطريق الصحيح. كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يبرأ من هو فيه. هذا كلام أمير الكون علي بن أبي طالب. شوف شلون يشير إلى أهمية العلم، أن طالب العلم لابد أن يعرف مرتبة العلم. أكو بعض أشخاص ما عندهم علم، ولكن لما يعرفوهم بأنهم هم أصحاب علم يفرحون، لأن العلم شيء ممدوح مقبول. كل شخص يرغب أن ينسب إليه العلم، ولكن لما يقولون هذا الشخص جاهل ما عنده علم، هو يتبرأ من هذا الكلام أن يقول أحد في حقه، لأن الجهل مذموم والعلم ممدوح. ونستفيد هذا المعنى من كلام مولانا أمير المؤمنين
روحي له الفداء. أيها الناس إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه. الإنسان لما كسب العلم يصير له معرفة، يتقرب لله، يخضع أمام الله، وبالنهاية يرى أن الحق هو هذا، هو الذي كشفه بواسطة الإخلاص، بواسطة كسب العلم، بواسطة الجهد الذي بذلوه لأجل الوصول إلى نتيجة مقبولة. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذا أهمية الأمر، أن الرسول إجا يعلمكم، يعطيكم طريق الصحيح حتى تصلون إلى مرحلة مقبولة، حتى ترون السعادة الدنيوية والأخروية. هذه بواسطة التعلم، بواسطة كسب العلم. أكثر الناس قيمة أكثرهم علما، هذا كلام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وأقل الناس قيمة أقلهم علما، ولذا لا بد في أول مرحلة أن نتوجه لأهمية العلم، والقرآن الكريم يشير والروايات تشير إلى الأهمية. وإن شاء الله نستمر بالكلام بالجلسة الآتية، والحمد لله رب العالمين.